احنا فقط نقول أن نتمنى يكون يوم ثري مثري مفيد للجميع إن شاء الله، ونعلن على انطلاقة هذا اليوم الدراسي، وشكرا. البسغي مراد، رئيس المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين. إذن هذا يوم دراسي حول قانون المالية 2020، قانون المالية اللي جاء في ظروف سياسية واقتصادية خاصة، وبدون شك أن فيه حامل معه إجراءات كثيرة، إجراءات جبائية، إجراءات جمركية، إجراءات أخرى بما يسمى بالإجراءات الأخرى، وبطبيعة الحال الميزانية وكل الأمور اللي متعلقة بقانون المالية. وهو جاء في هذه الظروف كما قلت يعني خاصة. درسنا في هذا اليوم هذايا مع زملاء إخوة ومحاسبين معتمدين، ولكن مع كذلك بعض من المديريات التي هي معنية بالأمر، مثلا مديرية الضرائب، مديرية الصناعة والتجارة، وكذلك بعض من الأكاديميين اللي جاونا من جامعة بسكرة وجامعات ربما المجاورة. طبعا يوم واحد غير كافي، لابد مثل ما قلت أيام أخرى، وهذا ما نسعى عليه وهذا ما ننظمه في المستقبل إن شاء الله. مهدي حملاوي، أستاذ طالب دكتوراه جامعة سيدي بالعباس، وأيضا إطار مالي في مجمع الصناعي. اليوم كان اليوم مفيد جدا، خاصة وأنه تشرفنا بأساتذة كانوا في المستوى حقيقة، بسطوا المفاهيم للجميع، استفدنا كثيرا. قريشي فاطمة هنية من ولاية الجلفة، كوميسار كونت كونتابل أجري. جيت اليوم باش نحضر ملتقى في ولاية بسكرة، وكانت معلومات جد قيمة على لا لوا فينونس 2020، مشروع قانون المالية اللي الآخر. استفدنا ياسر من المعلومات، ونشكر ياسر الطاقم. يوسف السلعابدي، مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية بسكرة. الجديد بالنسبة لقانون المالية 2020 كما جاء في شرح الأساتذة المتخصصين في هذا المجال هو إعفاء الحرفيين في مجال الصناعة التقليدية والفنية من الحد الأدنى للضريبة الجزافية الواحدة اللي كان فيما سبق 1,000,000 سنتيم. بالتالي كل حرفي في مجال الصناعة التقليدية والفنية فهو معفى من ضرائب مدى الحياة في هذا القانون الجديد.